السلام عليكم. تحياتي الناس العزاز الغاليين، كل واحد باسمه، ومرحبا بكم وندوزو المقادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو دجاج والجلبانة والقوق. بسم الله على بركة الله. نحتاجو الدجاج القدر اللي يكفي العائلة، الجلبانة والقوق. القوق عندي في المجمد، راني صوبت الطريقه ديالو كيفاش يتنقى ونحتفظوا به. كيجي بهذا الشكل هذا، كيبقى ابيض رائع كي كيشوفوا اللون ديالو. الا بغيتوا الطريقه رجعوا عندي لاشين، راه كاين حاطه الفيديو تماك. وبطبيعه الحال كنحتاجوا القزبور والمعدنوس، التوابل كنحتاجوا الملحه، الخرقوم، الفلفل الاسود، وسكينجبير يكون بكميه زايده لان الدجاج كيبغي سكينجبير، والفلفل الاحمر غير شويه، وجوج ديال الفصوص ديال الثوم والبصله. وبطبيعه الحال الطاجين هو هذا. ندوز دابا باش غادي نشرم الدجاج ونكمل معكم المراحل ان شاء الله. ونتمنىكم احبابي اللي كاينين معايا ما تنسونيش واحد اللايك وبالبارطاج، فضلا وليس امرا. الله يرحم لكم الوالدين. المشاهده راه ما كايناش، طايحه المشاهده. هاد الفيديوهات كنديروهم غير لوجه الله سبحانه وتعالى. المبتدئين اللي ما كيعرفوش يتعلموا، كيتعلمنا حتى حنايا. حتى حنا ما كناش كنعرفوا شحال من حاجه، ولكن كندخلوا اليوتيوب كنلقاو الناس حاطين فيديوهات. الله يجازيهم بخير ويسهل امرهم، حتى هما كانوا كيساعدونا واخا ما كيعرفوناش. المهم كنا كندخلوا كنشاهدوا الفيديوهات وكنتعلموا منهم شحال من حاجه. والله يجعل كلشي لله. يلا بسم الله على بركه الله. ندوزو لطريقه التحضير. نشرب له الدجاج هو الاول ان شاء الله. بسم الله. بسم الله على بركه الله. كناخذ واحد الاناء كبير ولا واحد السلافه، وكنوضعوا فيها التوابل كيف ما قلت لكم. الملح على حسب الذوق، الخرقوم معلقه صغيره، سكينجبير 4 معالق، قشره ديال البصل لاصقه ليا في صبعي، الابزار 4 معالق صغيره، وسكينجبير معلقه صغيره عامره لان الدجاج كيبغي سكينجبير، وربيع معلقه ديال الفلفل الاحمر باش كيعطي داك اللوين، والملح كما قلت لكم على حسب الذوق. بسم الله. نوضعوا هاد التوابل وجوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، قزبور ومعدنوس، واحد ربيع ديال الماء باش غادي نخلط هاد الشرموله. وبطبيعه الحال غادي نخدم بيدي، يدي هي كل شيء. انا ما كنعرفش نخدم بالفرشيطه او بالمعلقه، كنخدم بيديا بلا بليستيج بلا والو. بسم الله على بركه الله. غادي نرقد هاد الدجاج في هاد الشرموله هادي وغادي نخليه تقريبا واحد نص ساعه ونرجع معكم. هادو الفخيضات انا عندي غير في المجمد هاد الشيء. غادي نشرمل هاد الدجاج دابا. انا شرملته كيف كيبان لكم، شرملته غادي نخليه واحد نص ساعه. وتاخذوا واحد السكين وغادي تبقاو تقبوا هاد الطريفات ديال الفخيضات باش كيدخل فيهم العطريه. غنوريكم. ضروري من هاد العمليه هادي هانتوما بحال هكا كيبان لكم واضح. ضروري اذا كان طري كيكون احسن. دابا هذا في المجمد باش تدخلوا العطريه ويجي لذيذ ويجي بنين. صافي دابا غادي نخليه واحد نص ساعه كيف قلت لكم، ونرجع نكمل معكم ان شاء الله طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. من بعد ما دازت واحد نص ساعه يعني 30 دقيقه انا رجعت معكم باش نكملوا طريقه التحضير. بسم الله. غادي ناخذوا الطاجين ونوضعوا فيه الزيت الزيتون او زيت المائده اللي متوفر عندكم. بسم الله. انا ما كنعرفش كندير عيني ميزاني، واللي ما كيعرفش ياخذ يدير غير نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، مخلطين نص كاس صغير. صافي. وغادي نضيف البصله ونجيب داك القطع ديال الدجاج وغادي نضيفهم حتى هما، وغادي نديهم نشعل عليهم النار ونخليهم يتقلاو على تهنديبه وعلى خاطرهم باش كيشربوا العطريه
نشعل النار. هانتوما كتشوفوا نقص على النار، ما نخليهاش مجهده باش ما يتهرش الطاجين ويتشق. صافي غادي نخليه هكا، ومره مره نبقى نقلبو حتى يتحمر مزيان، وعاد نرجع نكمل معكم باش نصاوب الخضره مره. هاد الطويجين فين وصل، بسم الله. نتوما كتشوفوا بدا كيتشحر، ما غاديش نقلبوا البصله، غادي نقلبوا غير الدجاج بحال هكا بهاد الطريقه. نقلبوا غير هكا ونخليو البصله كتحمر صافي. وانا كنوجد الماء باش غادي نمرق الطاجين، لان ما خصكمش تخوي فيه الماء بارد باش ما يتشقش. دابا انا تبارك الله هاد الطاجين عندي راه تقريبا نقول لكم شحال نقول لكم في عمره، ما غتصدقونيش العمر ديالو راه شي 6 سنين ولا 7 سنين، وانا في هاد الطويجين هذا وعاجبني وكنحاول عليه، وكيجيب فيه الطياب كيجي فيه البنين واللذيذ. صافي دابا انا نبقى مره نقلب كيف ما قلت لكم هكا، نقلبوا على كل جهه، وعاد نرجع نكمل باش نصاوب الجلبانه والقوق. يلا خليكم معايا. دابا هو تقلى الطويجين، غادي ندوزو باش غادي نصاوبوا الخضيره. غادي ناخذوا الجلبانه، غادي نضيفوا الجلبانه كيف كيبان لكم. بسم الله. نضيف واحد الكميه، بسم الله. نتمنى يكون كيبان لكم. وناخذ داك الجلبانه اللي بقات لي ونضيفها وسط القوق. بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه. نتوما شوفوا. وهذا الحر هذا كنهديه للتختوخه، التختوخه بوشره. ها الحر ديالك بوشره، راني ما نسيتكش. ها هو. ونتمنىكم يعجبكم الطويجين ديالي. غادي نكمل معكم دابا. غادي نضيف داك شويه ديال الشرموله اللي بقات وديال العطريه، غادي نزيد عليها الماء سخون. المهم ها هو، نضيف غير شويه الماء، ما نكثرش بزاف، ما نكثروش الماء بزاف حيت الخضره كتطلق الماء. وغادي نضيفوه في الطاجين، لان ضروري قلت لكم خصو يكون الماء سخون. بسم الله. ومره مره نبقاو نهزو داك المريقه ونخويوها من الفوق. غير يغلي الطاجين غادي نصاوبوه ان شاء الله. غادي نبقاو ناخذ واحد المعلقه صغيره وناخذ هاد المريقه هذه ونوضعوها فوق هاد الخضار باش يتشربوا النسمه ديال الدجاج والنسمه ديال التوابل. ضروري من هاد الطريقه هذه. وخليكم معايا حتى نرجعوا للشكل النهائي ان شاء الله. وتحياتي المتتبعين ديالي العزاز كلهم اللي كيدخلوا عندي، والله يرحمكم الوالدين، والله يبعد عليكم شر الخلق. هذه هي الدعوه اللي ندعيها معكم، الله يبعد عليكم شر الخلق ويسهل عليكم مولانا الكريم، ويحقق لكم الامنيات ديالكم كاملين. داكشي اللي كتمناوه يحققه لكم سيدي ربي. يلا وخليكم معايا ترجعوا للشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. اللي غادي يطيب الطويجين غادي نضيف له شويه ديال الزيتون محمض صافي. وهذا الطويجين واجد وبالصحه والراحه. وما تنساونيش كما العاده دائما باللايك وبالبارطاج وبالمشاهده حقيقيه. الله يجعلكم تشوفوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهلا يا حرم شي مسلم من داك المقام. وبسم الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين اللي وجدت معكم. الطويجين ديال الدجاج بالجلبانه والقوق كيجي اكثر من رائع، ما شاء الله كيجي بنين ولذيذ. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله بحول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طويجين مقلي خاتر، انا ما كنضيفش فيه مطيشه، نسيت ما قلتها لكمش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.